اللهم صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا ويسر لنا دروبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ ايش اخباركم؟ طمنوني عنكم. بتمنى تكونوا بألف خير يا رب وانتوا عم تشوفوا الفيديو لليوم، وبتمنى منكم كمان اذا كنتوا جداد على القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. اول شي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثل ما شايفين يا جماعة، اليوم ان شاء الله الفيديو هو التحدي. اتفقنا طبعا انا واخواتي اماني ورهف انه نعمل تحدي يعني هو انه عنا نحن يعني لاسبوع. انا بالنسبه لي عندي اياهم يا جماعه اسبوع، يعني من الاثنين للجمعه اسبوع، بقى سبت واحد شوي هيك انه منعطل شوي، عرفتوا عن الطبخ وهيك شي. اي والله، بقى مشان هيك حددنا التحدي يكون انه ان شاء الله من نهار الاثنين اليوم ان شاء الله رح نبدأ فيه لنهار الجمعة. كل يوم رح تكون الطبخة مختلفة، عن يعني ما بصير انه اليوم انه امبارحة طبخت عن اليوم وبكرة، لا، كل يوم لازم تكون طبخة جديدة. هلا انا المبلغ اللي عملته شفته من فترة، يعني يمكن هداك الشهر ساويت المبلغ 2000. هلا حددت المبلغ هو 1250 على شوفوا يا جماعة، يعني نحن حددنا المبلغ انه يكون هون، وبسوريا يكون مبلغ واحد، عرفتوا هيك لحتى نشوف انه كل وحدة ايش رح يطلع مع طبخات يعني. هلا من هداك التحدي في صبايا قالوا لي نور انه خلي يكون المبلغ اقل من هيك. هلا اليوم ان شاء الله اقل يعني من هداك الشهر. وبنفس الوقت شغلة تانية انه التحدي هو مثلا انه انا رح اجيب الاغراض كلها اللي بتلزمني، عرفتوا يعني يمكن يكون في شي مثلا بالبراد، ممكن ما يكون في، يعني مثل يمكن يلزمني دا اقولكن انه يعني شو بدي اقولكم، بندورة بيض اي شي بيلزم لازم اني اجيبه، عرفتوا الا اذا كان هو من قبل بالبراد، يعني انه عادي. هلا هون يا جماعة، بما انه الفيديو رح ينزل انه ان شاء الله يوم الاثنين، بقى اكيد طبخت بلشت يعني نهار الاحد مثل ما شايفين. واول شي طلعنا انا وهيك جوزي ولادي في حديقة قريبة كتير على بيتنا، بقى قلنا هيك خليني يلعبوا شوي. قال لي جوزي خلي يفضوا شوي الطاقة اللي عندهم، اعمل لي. وبعدين رح اطلع على الميم. في اغراض لازمة للبيت، يعني هي ما إلها علاقة يعني ما إلها علاقة بأكل وشرب، عرفتوا. وفي اغراض لازمتني انا للتحدي. بقى هون طلعنا وقلت له لجوزي شوفوا يا جماعة بطلع على الأسعار الرز اللي جبتهم، يعني حطيت ببالي هون بس انه طبختين، وقلت بجيبهم معي يعني. شوفوا يا جماعة هون نحن كنا بالبيم احط بقلبها السله واقول له لجوزي خلص حاسب بعدين بنتحق حساب. قال لي لا هي ما عجبتني الطاوله، قلت له لك خلص بعدين ما في بيناتنا حساب اعمل له. قال لي لا هالمره بما انك عامله تحدي في بيناتنا حساب وكتير عمل لي. اي والله. هون جبت اول شي فخدات هدوليك شفتوهم، هون كمان كنت عم بنقي الفخدات الارخص. مية. ايوه يعني كل واحد مرقم على ايش سعره. هذا 108 ريال. هات الارخص، هات ابو المية. هات ابو المية وثمانين ايمان. ليش هيك هذا كتير غالي؟ شوف ايدي. ايه مبين هذا اخف كأنه. ايه هاي شاد.
استنى. اللبن شو هذا اللبن؟ اللبن شي 57. 57 اي 50 57 يساوي زائد شو هذا اللحمة؟ الفخاد. شاد نطلع عليهم. الملوخية عطيتك حقها. 108 جرام هاي ل 2 سعرها. ايوه اظن جرام. 108 كيلو. طلع على اللوحة بين معك بما انه حاططها اول وحدة. هلا طلع هدول شو يعني هدول هيك 215 سجل 215. هلا بنترجم هاي. هي سجلتها 215 سجلتها معهم. لا والله سجلتها. والله 15 بس هي الرز ولا؟ ايوه. انصب عليكي. هلا بما انه حطيتها اول وحده خلص مبينه. 215 24 29 قرش. هي البطاطا. اي مزبوط. 215 وش قد هلا قلت؟ شو قلت لك؟ 110 و53. اي احسبهم مع بعضهم. 110 و53. شو قد طلعوا؟ 400. 400. هن 278. اي علقط يعني. وهي 40. ماشي؟ ماشي. بطلع لي معك حزير ايش حق شو؟ شو؟ حق بهارات المندي. انا بدي اسوي مندي. الزيت بتجيب لي فيهم بهارات مندي. ما بروح عندي ليرة. هلا طبعا بقى يا جماعه مثل ما شايفين رح نبلش اليوم ان شاء الله باول طبخه واللي هي ملوخيه. هلا هون سمعتوني قلت له لجوزي هون اعطيته حق الملوخيه حقها 45. قلت له خذ هاي 45 ما تقول انه جبت لي شيء على حسابك خلص المصروف على حسابي يا الجماعه. قلت له اي والله طبعا هو يعطيني اياه وانا ما يعني انا مالي علاقه. المهم انه انا اللي رح ادير مصروف الاسبوع. هلا على فكرة يا جماعة طلعوا لما عم ببلش بهذا التحدي عم بحس جوزي كتير مبسوط. ليش طلعوا؟ بالعادة مثلا دا لكم بيروح عند القصاب بيحط مبلغ، بيروح على البازار بيحط مبلغ، بيروح مثلا كمان بنطلع على البيم كمان مبلغ تاني. بقى هون خلص يعني ايش عم بيعمل؟ عم بيعطيني مثلا هالمصروف وانا عم بطالع هيك الاسبوع. بقى بحسه لا يعني لما بقوله رح اعمل هذا التحدي هيك مبسوط يعني عم بشجعني ايه يلا خدي بعمل لي ايه. قلت له والله انت زيبت معك يعني هالتحدي عملت له. هلا هون بما انه الاكل عن يوم واحد تعرفوا والكمية طبعا قليلة. هلا انا يعني صار لي زمان ما طبخت ملوخية هيك يعني انه 200 جرام بس. اقل شي بطبخ 400 جرام ومشان هيك يعني الملوخية قليلة الفروج قليل كله عرفتوا. ايه والله بقى اول شي شفته سلقت الفخاد حطيتهم هيك بقلب الطنجرة وطبعا بلشت اقلي الملوخية مثل ما شايفين. هلا على فكرة يا جماعة انا اوقات بغسلها و بس شغلة بتصير يعني معي انه بس غسلتها كتير بتصعب علي تقلية الملوخية كتير بتصير صعبة. يعني شلون بدي اقولكم تلاقوها ما وحتى ما بتنجح معي كتير يعني على قد ما هي انه انا بالعادة بصراحة بتنجح بس انه لما هيك انه بتنغسل كلها يعني ما بعرف بتبطل بتنجح معي تصير كلها ماي وما بعرف شلون يعني. اي والله بقى ما غسلتها. حاولت هيك كلها يعني نقيتها منيح بعدين رجعت جبت المصفاية هيك شلون بدي اقولكم مثل انه كلها يعني خليتها هيك تهرهر عرفتوا. اي والله هيك يعني هلا انا بحبها تكون انه في كتير صبايا بيقولوا لي نور ليش بتكسري الملوخيه. هلا انا ما بحبها يعني بحبها لا بحبها ناعمه وناعمه كتير يعني وبحبها وما بحبها انه تكون هيك يعني بورقه كتير كتير انه الورقه ما فيها شيء ابدا. هلا في عالم بيحبوا يعيفوا الورقه مثل ما هي ورقه الملوخيه. ما بعرف يعني انا ما كتير هيك بحبها حسب يعني يعني سبحان الله بتحسوا الناس اذواق بالاكل دائما. هلا اللي بتجي ناعمه كتير مفروطه مثل النعناع ومطبوخه
كانت من زمان امي تعملها وتعملها بس باللحمة، بصراحة كتير تطلع معها كمان طيبة. اي والله. بس جوزي ما كتير بحبها انه ناعمة كتير يعني، بقولي لا بحبها هيك اكتر بقى، ويعني بطبخها مثل ما هيك انه بياكلوا والعيلة عندي. هلا شوفوا يا جماعة هون، طبعا كنت جايبة هذا الكيس الرز، وجبت الرز التاني اللي بيجي مشان المندي الكبسة هيك، عرفتوا. كنت رح اجيب من هذا الرز انه كيس كبير، ولا قلت لحالي لا ليش لا احط انا حقه عن هلا هالجمعة والجمعة اللي بعدها بجيب كيس صغير بس، عرفتوا. فكرت لانه هلا انا مستلمة المصروف لهالجمعة بس ما صح، قام قلت بجيب كيلو بس، حاج خليه يزيد معي. واسبوع الجاي بقى لما بصير برجع المصروف الطبيعي هداك الوقت يا جماعة ايش بساوي، بجيب كيس كتير يعني كبير ابو الكيلين ونص، عرفتوا. هيك لازم خلي لازم اخر الاسبوع يكون زايد معي، عرفتوا كم ليرة. هلا هون يا جماعة طبعا قليت الملوخية هيك بقليها على نار كتير هادية، يعني قلت لوقت ما انه ينسلق الفروج هون بقى انا بكون قليتها الملوخية. شوفوا عن جد كل ما تقلت على نار هيك كتير هادية وتقلت منيح تطلع أطيب، يعني لما بتتقلى هيك بسرعة ما بتنجح، لما بتتقلى هيك على نار هادية كتير بتطلع طعمتها غير شكل. هلا هون حطيت مثل ما شايفين بقى اليوم هي الطبخة يعني هيك مثل ما بقولوا طبخة عرايس. عن جد اول ما اتجوزت كنت دايما ما يعني مثلا مثل هون هاي 200 جرام يعني ناكلة يومين ثلاثة، يعني كنا بس انا جوزي. بس هلا ما شاء الله بتلاقوا يعني بطبخ 400 جرام ويا دوب اول يوم وتاني يوم بس. لانه عندي الحمد لله يعني هي يعني الحمد لله هالاكله كل اولادي كمان كتير بيحبوها، يعني ابني الصغير محمد كتير كتير بيحب الملوخيه، ورجاء وغسان كلهم كتير بفرح عن جد لما بعمل أكلة وبكون خلص إنه كلياتهم بيحبوها، هيك سبحان الله بتهنى بالأكل. أي والله. هلا هون كمان مثل ما شفتوا حطيت سمنة وحطيت الثوم وكزبرة كمان رح أقليهم. على فكرة ما تطلعوا على الغاز هيك تقولوا طلعوا يا جماعة غازة، لا. والله قبل ما أبلش أقلي الملوخية بتصدقوا ما وقبل ما أحط هذا الفروج مسحت الغاز كله ها، بس هيك اجباري يعني بتلاقوها بتهرهر هاي الملوخية يعني. اي والله عادي مو مشكلة، يعني اكيد بده مسح الغاز قبل الاكل وبعد الاكل. وطبعا بعد ما خلصت تقليتها هلا بقى رح احط مية الفروج مثل ما شايفين. هلا طلعوا يا جماعة اعطوني رأيكم، بما انه ان شاء الله رح هيك هذا الاسبوع اسبوع الطبخ، عرفتوا، والفن. بالاسبوع الجاي ان شاء الله ان شاء الله اذا وصل وهيك وجه الديوانات الموصية عليهن ان شاء الله رح ابلش بقى بالتعزيل البيت. بس هلا بما انه رح ألزق هذا المطبخ، بس بتعرفوا يعني استنوني لانه رح اعمل هالمرة ألزق شي كتير حلو ها، عن جد ان شاء الله. بس حابة بتعرفوا شو اقلع هذا الابيض هلا هيك مؤقتا، اشيل هذا اللزق الابيض اخليه هيك على السيراميك على حاله. ايش رايكم يا جماعة اقلعه ولا لا؟ طول بالي ليقوم يكون كله هيك ملزق بالزول لحتى يطلع، ما بعرف قولولي اللي مجرب هيك ملزق من هذا اللزيق ورجعان قلعه عادي ما بأثر. هلا شوفوا هلا انا كنت لازقة محل الجلي في خشبة هون لازقة عليها، بصراحة لحد الآن كتير عذبني يعني طلع منه بس لسه هيك معلم آثار اللزق، عرفتوا. عبالي جوزي انه يمكن هذا بده مثل انه تنر او ما بعرف حتى انه يطلع على المزبوط منه يعني. بس على المحل السيراميك ما بتوقع انه يكون هيك ملزق كل هالقد، ما بعرف قولولي. هلا انا حابة هيك انه اعمل هيك يعني كتغيير شوي،
وبس ان شاء الله شوفوا قبل ما اعزل المطبخ لا رح يعني على الاكيد رح اشيل هذا اللزق كله واليف هيك البورسلان وكل شيء، يعني لما اجي الزق لزق جديد الزق هيك على نظافة. مثل هلا هون شفتوا كنت حطيت شوي الملوخية على جنب، رجعت عملت هيك تلييفة للغاز وبعدين رجعت حطيت الأكل. هلا بقى رح أحط هون بقى الرز مثل ما شايفين مية الرز، وأطبخ الرز كمان لأنه بلشت بقى تستوي الملوخية. بس أحلى شي يا جماعة هلا بتشوفوا الأكل كله سكبته بصحنين يعني وبس يعني. ايه بنتي ايش قالت لي بعد ما شبعت وخلصت؟ قال ماما بس هاي الملوخية. قلت لها ايه؟ انزعجت، لا ما بدي. عملت لي قلت لها ليش؟ لا قلت يعني انه كتير قليلة، ليش هيك يعني انه ما رح نرجع ناكل منها بكرة؟ قلت لها لا يعني من غير شر بكرة في لكم هيك طبخة جديدة كمان بتحبوها يعني ان شاء الله، كمان ولادي ان شاء الله بيحبوا الاكلة الجاي. هلا بصراحة بينت يعني هي المندي ايه اعطوني طبخات يا جماعة بالتعليقات تكون هيك طلعوا إيه، يعني مو انه طبخات يعني خفيفة خفيفة ولا طبخات يعني تقيلة تقيلة مثل كباب وشغلات، يعني طبخات تكون مقبولة وأسعارها تكون كويسة. عرفتوا؟ بالتعليقات ذكروني هيك بأكلات. ايه هلا أنا إن شاء الله ببالي هدول الأكلتين، اليوم الملوخية وبكرة المندي، وانتوا بقى كملوا بعتولي بالتعليقات قولولي. هلا يا جماعة مثل ما شايفين بلشت بقى اسكب العشاء طبعا. شوفوا يا جماعة بالعادة يعني لما بساوي مثلا هيك اكلات يعني باحوال عادية، شوفوا بكون منقية الملوخية قبل بنهار وبكون طول النهار معبوطة بالملوخية وبعدها الحوسة وتنظيف وهيك. اليوم شوفوا فقت الصبح وشربت القهوة وخلصت، وبعدين طلعنا انا وجوزي وولادي شفتوها على الحديقة شوي، وبعدين رحنا على البيم، وبعدين جيت طبخت. ومع ذلك الساعة شقد الساعة هون تقريبا كانت شي 7 المساء. يعني طلعت هيك قلت لحالي انه يعني سبحان الله بالايام العادية بتلاقوني يعني عم برقد رقد، بس بتكون كمية الاكل طبعا اكتر من هيك. يعني شوفوا يعني الاكل لما بكون كميته قليلة عن جد يعني ما بياخد وقت مثل دقلكن كمية الاكل الكبيرة، يعني مثل عادة يعني انه وقت اقل. هلا لما طلعت الصبح انا من البيت بس ما صورت لكم، لما طلعت على الحديقة سويت هيك شاي بالترمس اللي عندي، وسويت كمان لفيت لفات للولاد يعني، وطلعنا بقى كلون هيك بالحديقة ولعبوا شوي ورجعنا يعني بعدين شفتوا وبعد ما رجعنا يعني بياكلوا اكلات فواكه هيك لوقت ما صار المساء. اي والله والحمد لله رب العالمين مثل ما شايفين يا جماعة. هي كانت طبختي لأول يوم، وإن شاء الله بكرة إن شاء الله إذا الله راد بتشوفوا كمان الطبخة التانية. وطبعا لازم تشوفوا الفيديو عند رهف وعند أماني وهيك تبعتونا رأيكم طبعا، بس مو هلا بنهاية الأسبوع. ولهون وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم، استنوني إن شاء الله بالفيديو الجاي.